اهلا بيكم يا جماعه، معاكم جوبا. اهلا بيكم في هاوي مصارعه تحليل عرض سماك داون. قبل اي شيء انا حابب اشكر حضراتكم جدا على الرسائل الجميله اللي جات لي سواء في صفحه هاوي مصارعه على الفيسبوك او في قناه هاوي مصارعه على اليوتيوب. بشكركم جدا جدا جدا، والله وحشتوني كتير جدا، وبعتذر عن الغياب لمده اسبوعين، والله كانت لظروف خارجه عن ارادتي، لكن الحمد لله على كل شيء. وان شاء الله هنرجع نقدم تحليل تاني لعروض اتحاد الدبليو دبليو اي واي اي دبليو. عموما قبل ما نخوض في تحليل عرض سماك داون لازم نتكلم برضو عن نجم في سماك داون، الا وهو جيف هاردي. جيف هاردي اللي تم تسريحه من الدبليو دبليو اي بصوره مفاجاه بعد ما شفنا جيف هاردي بياخد دفعه فرديه جميله جدا، وكمان بقت زوجيه مؤخرا بان هو تعاون مع درو ماكنتاير، وقلنا هنشوف بقى فريق هينافس على الالقاب الزوجي في سماك داون، وهيبقى فريق اسطوري. درو ماكنتاير جيف هاردي تكنيك مع باور، اعتدال الميزان هيبقى عالي جدا، وهيبقى فريق اسطوري في الفتره اللي جايه. وممكن نشوف كمان جيف هاردي يونيفرسال تشامبيون في 2022، خصوصا ان هو جدد عقده في اخر 2021 في شهر نوفمبر، جدد العقد لمده سنتين لحد 2023. طب ايه اللي حصل؟ جيف هاردي حصلت له مشكله في عرض محلي في ولايه تكساس في الولايات المتحده الامريكيه مع درو ماكنتاير لما كان بيلعب ماتش زوجي معاه، وفجاه المصارعين والجماهير حسوا ان جيف هاردي حركته بطيئه شويه وبعدين بيترنح. فجاه جيف هاردي ما بقاش مظبوط خالص، وسحب نفسه من الحلبه ومشي خالص بره الحلبه، واختفى حتى في العرض المحلي اللي بعده، وتم تبديله بالمصارع الاسطوري ري ميستيريو، علشان نتفاجئ بان دبليو دبليو اي بتقوم بتسريح جيف هاردي رسميا. التفاصيل كلها ان جيف هاردي بيعاني من مشكله صحيه خطيره جدا تتعلق بادمانه للكحول، عافانا وعافاكم الله جميعا. ادمانه للخمور كان شديد جدا لدرجه ان هو كان بيتناول الخمور قبل الماتشات، فعملت له مشكله، ومنها المشكله اللي حصلت معاه دي، وكان في الاسابيع الاخيره كان بيواجه مشاكل صعبه جدا بسبب الخمور. فدبليو دبليو اي عملوا اللي عليهم بصراحه، وقالوا لجيف هاردي هنقدم لك المساعده من خلال ان احنا نوديك مستشفى تتعالج من ادمان الكحول، اللي علشان يفاجئهم جيف هاردي ويرفض تماما ان هو يتعالج من ادمانه للخمور. ودي كانت مفاجاه سيئه جدا للدبليو دبليو اي، وكان بصراحه ما عندهمش حل تاني غير ان هم يقوموا بتسريحه. لان لما انت يبقى المدير بتاعك شايف ان انت عندك مشكله صحيه ويعرض عليك المساعده ويقول لك ان انا هعالجك وانت اللي ترفض، طب انا هخليك معايا ليه؟ دبليو دبليو اي قامت بتسريحات مش لطيفه خالص في الفتره الاخيره، لكن خلينا صراحه يا جماعه، معلش ده كان تسريح منطقي تماما. جيف هاردي بدون مات هاردي تحس انه بيتخبط. الراجل عنده 44 سنه ولسه عنده مشاكل مع الكحول، ودي مش اول مره يا جماعه تحصل. جيف هاردي كان مسطول في عرض تي ان اي قبل كده وتم سحبه من الماتش وكان على الهواء مباشره، فدي كانت مشكله، دي كانت اول مشكله في اتحاد تي ان اي. في دبليو دبليو اي ادي ديت المشكله الثانيه. المفروض ان مصارع زي ده بالموهبه دي والالقاب الكتير جدا اللي كسبها سواء في دبليو دبليو اي او في الاتحادات الثانيه عموما، سواء تي ان اي ار او اتش، كل الاتحادات ديت، المفروض ان جيف هاردي كان يعقل بقى، انت 44 سنه المفروض ما يبقاش فيه الاخطاء ديت. امال انت هتقدم ايه قصاد المصارعين الشباب؟ المفروض ان انت تبقى قدوه ليهم وقدوه للجماهير. فدي بصراحه حاجه احزنتني جدا. انا واحد من عشاق جيف هاردي وحزنت جدا ان هو مشي، لكن لما عرفت ان الدبليو دبليو اي مغلوبه على امرها انها كانت لازم تمشي جيف هاردي بعد ما رفض العلاج ورفض المساعده منهم، هم لقوه مش عايز يساعد نفسه، فلازم ان هو فعلا كان يمشي او يتم طرده. جيف هاردي اتمنى له انه يكون بصحه احسن، واتمنى ان هو يتعالج من المشكله اللي هو فيها، وانه ينهي مسيرته بالطريقه المناسبه، مش بالطريقه اللي احنا شفناها ديت في الحلبات ان شاء الله، سواء في دبليو دبليو اي او خارج الدبليو دبليو اي. واضح ان جيف هاردي مش هيرجع للدبليو دبليو اي تاني غير لما يتعالج، دي حاجه. تاني حاجه، مات هاردي مش هيسيبه، وهو بيحاول ان هو يخليه معاه في اتحاد اي اي دبليو، وان الاي اي دبليو تتعاقد معاه، لكن اي اي دبليو اكيد برضه مش هتتعاقد معاه غير لما يتعالج من الكحول. هي ديت الفكره. لكن مات هاردي انا واثق ان هو هيعرف يساعد جيف هاردي. دايما بتشوف جيف هاردي مع مات هاردي تيم اكستريم بيقدموا اداءات كويسه جدا في الحلبه مع بعض داخل وخارج كمان الحلبه، وتحس ان جيف هاردي بيبقى متزن اكتر بوجود اخوه مات معاه. فبالتوفيق لجيف هاردي ومات هاردي في الفتره الجايه. وهنا بقى نخش على تحليل عرض سماك داون. سماك داون بيتم افتتاحه بسامي زين.
سامي زين اللي بيخش الحلبة على كرسي متحرك ومعاه 2 ممرضين، وبينزل الحلبة وبيقول ان هو مصارع قوي جدا في WWE، لدرجة ان هو علشان يتم اسقاطه في الحلبة قصاد الجماهير كان لازم ان بروك ليزنر يهجم عليه ورومان رينز يهجم عليه ويتعاونوا ضده. فديت مؤامرة عاملينها هما الاثنين عشان سامي زين. في تكملة للسيناريو بتاع سامي زين اللي انا شايفه عبقري بصراحة، ان انت تفضل في فكرة سيناريو المؤامرة ديت بتاعت سامي زين، ويقولوا انه هيقاضي بروك ليزنر، رومان رينز، ادم بيرس وسونيا ديفيل علشان يقطعوا بول هيمن اللي بيقدم نفسه في الحلبة انه مستشار رومان رينز. فبيقطعوا سامي زين، بيقول له انت واخد الكادر مني، انا لسه ما خلصتش كلامي. فبيكمل الكلام بول هيمن، فبيقوم سامي زين من على الكرسي المتحرك وبيقول له بص انا مصاب صحيح، لكن اقدر اخلع دماغك من جسمك، علشان يتم مقاطعة سامي زين للمرة الثانية لكن من الوحش البشري بروك ليزنر. بروك ليزنر اللي بينزل للحلبة بياخد كرسي ويقعد في الحلبة وياخد المايك من بول هيمن، كان لابس افرول اللي هو بتاع اصحاب المزارع في امريكا وكندا عموما. وهنا نيجي لاكتر برومو كوميدي انت ممكن تشوفه في المصارعة في الفترة دي، برومو رائع وعفوي من بروك ليزنر وسامي زين. بروك ليزنر بيقول له عامل ايه يا صاحبي، ايه اخبارك، عادي ولا كانه هجم عليه الاسبوع اللي فات ودغدغه حرفيا وضيع منه فرصه اليونيفرسال تشامبيونشيب قصاد رومان رينز. سامي زين قال له انا مش كويس بسببك، من السبب اللي انت عملته فيا. قال له انا اسف، بص احنا كنديين زي بعض، بس انت ما كنتش هتعرف تكسب رومان رينز لوحدك يا راجل، ده انا عملت فيك جميل ان انا هجمت عليك علشان انت لوحدك ما كنتش هتعرف تكسب رومان رينز، انا اصبتك عشان عارف ان انت مش هتكسبه. عموما يلا نروح نصطاد، نروح هوليوود نتفسح سوا. وخد سامي زين على الكرسي المتحرك ومشي بيه. هنا قطعوا بول هيمن وقال ايه يا جماعه ده، ايه اللي انا شايفه ده؟ المفروض ان انا اشوف بروك ليزنر بياخد سامي زين في رحله فعلا، لكن للسوبلكس سيتي مش لهوليوود او لكندا. انا بشوف 2 كنديين عاملين فيهم اصحاب، مش هو ده بروك ليزنر، مش هو ده بروك ليزنر الرينينج ديفندنج فيوتشر يونيفرسال تشامبيون. وهنا كانت عبقرية بروك ليزنر انه اظهر للجماهير ان مفتاحه مع بول هيمن ان انت تسخنه وترجعه للكلاسيك بروك ليزنر، مش الشخصية اللي هي يعتبر الفاني شوية اللي هي بتقدم لك الخطورة والكوميديا في نفس الوقت، وانه وحش فعلا وبيعرف يسخن من خلال بول هيمن بس. وبالفعل هو بيهجم على ال2 ممرضين بتوع سامي زين، وبيهجم على سامي زين وبيكسروا حرفيا وبيرزعوا F5. هنا بعد انتهاء البرومو دوت والعبقرية اللي شفتها في البرومو سواء من ال3 اطراف سامي زين، بروك ليزنر، بول هيمن، واضح كده يا جماعة ان WWE بترمي لك هنت بتاع بروك ليزنر وبول هيمن، كون بول هيمن هيخون فيها رومان رينز قريب. ممكن تشوفه في الرويال رامبل، ممكن تشوفه في دي 1، ممكن تشوفه في ريسلمانيا، لكن انفصال بول هيمن عن رومان رينز بقى اقرب من اي وقت مضى، خصوصا ان WWE بترمي الهنت بتاع بول هيمن بروك ليزنر من تاني، والجماهير كانت متجاوبه بشكل كبير. فممكن نشوف خيانه بول هيمن لرومان رينز، خصوصا ان بول هيمن في البرومو ذكر جمله فيوتشر يونيفرسال تشامبيون، فده مش هيحصل غير لما يخون بول هيمن رومان رينز، او بمعنى اصح بيقول له انه هيساعده انه يبقى يونيفرسال تشامبيون. جو الالغاز انا فعلا بحبه ما بين رومان رينز، بروك ليزنر وبول هيمن. نيجي للنزال اللي بعد كده وهو نزال ريك بوجز مع شينسكي ناكامورا بطل القارات ضد همبرتو كاريو وانجل جارزا. نزال سريع جدا حرفيا، انت شفت فيه قوه ريك بوجز بس كان استعراض قوه ليه، زائد طبعا شينسكي ناكامورا اللي بكنشاسه سريعه بيخلص النزال لصالحه عشان يبين اهميته في اتحاد WWE وعرض سماك داون بالذات. كونوا بطل للقارات يا جماعه، ما تنسونيش انا اقدر اخلص ماتش في كلمه. ونيجي للنزال اللي بعد كده وهو النزال الممل والمقرر للمره المليون، وهو نزال درو ماكنتاير ضد تشيماس. طبعا هما بيقدموا نزال كويس جدا كمان، لكن مكرر زي ما قلت لك، شفته كتير في عرض الرو، شفته كتير في عروض شهريه، تمام يعني. استخدم فيه درو ماكنتاير ضربات البوكس الخاصة بشيماس عشان يرد شيماس بالسيمي بروك كيك، ركبة كده هو بيديها قوية جدا لدرو ماكنتاير، بيردها درو ماكنتاير بكليمور وبيخلص النزال لصالحه عشان يبقى هو الفايز. واللي واضح ان احنا هنشوف درو ماكنتاير في سيناريو فردي بعد خروج جيف هاردي من السيناريو الخاص بيه هو وهابي كوربن ومات كاب ماس. العرض برضو شهد انطلاقة زيا لي الهايلة، انترانس رائعة باستخدام السان
ثاندر جرافيكس عشان تساعد نايومي ضد ناتاليا وشينا بيزلر وسونيا ديفيل، واللي بتاكد لك ان زيا ليه هتقدم لك الشخصيه المحبوبه عكس اللي كانت بتقدمها في NXT. نيجي للنزال اللي بعد كده وهو نزال شارلوت فلير ضد توني ستورم. الماتش اللي كان تحضير العداوه بتاعه سيء جدا، يكاد يكون ما ينفعش يبقى سيناريو عداوه من الاصل. كل شيء كان سيء على مدار اسبوعين. انت بتشوف مصارعه بتحدف الثانيه بفطيره ومصارعه بتحدف الثانيه بالفطيره الثانيه، ما لهاش اي لازمه خالص. حتى الماتش كان فيه بوتشات كتير من الاثنين مصارعات على عكس المتوقع، وانتهى نهايه برضو اسوأ من سيئه بتقولك ان العداوه اللي مش ناجحه لحد دلوقتي هتستمر، باقصاء شارلوت فلير من النزال بانها فضلت تضرب توني ستورم خارج الحلبة بالرجول علشان يتم العد عليها وتخسر بالدي كيو. ونيجي لفقرة بروك ليزنر تاني لكن خلف الكواليس، اللي بيتكلم مع ادم بيرس وبيقول له في الحقيقة انا بشكرك. مش عارف انا ايه الادب اللي ظهر عليه بروك ليزنر فجأة ده. انا بشكرك على ايقافي في الفتره ديت، انا عرفت اعمل اللي انا عايزه، ان انا اصطاد الحيوانات، منها ان انا اصطاد حيوان الموس، وحتى الغرامه انا مبسوط بيها. غرامه $1,000,000 لكن هي راحت للخير، فانا كده مبسوط جدا. حتى انا صورت الفريسه بتاعتي على التليفون، وطلع تليفون كده حرفيا انت ما شفتش التليفون ده من التسعينات اصلا. التليفون اللي هو اللي بيتفتح كده ده تحس بايظ خالص. حتى بروك ليزنر بيقول انا عمري ما فهمت التليفونات دي، وقام كاسرها قدام ادم بيرس بيخوفه وبيقول له تصدق انا سميت الحيوان اللي انا اصطادته بيرس زيك بالظبط، انا اصطدت الفريسه وسميتها بيرس. فادم بيرس طبعا خايف قال له طيب شكرا. وهنا رد بروك ليزنر وقال له هاف ا نايس داي ورزع على ظهره ويلا اتكل على الله من هنا ياض، مش عايزين قرف، وخلصت الفقره على كده. وهنا يجي نزال انا شايفه تعويضي لغياب رومان رينز عن عرض سماك داون. لو انت دلوقتي ما عندكش جيف هاردي، ما عندكش رومان رينز في عرض سماك داون اللي بيفتقد لنجوم كتير جدا كانوا فيه وراحوا لعرض الرو زي ايج وسيس رولينز وكيفن اوينز، طيب انا هضطر بقى ان انا اجيب نجم اسطوري من عرض الرو الا وهو راندي اورتن، من خلال ان انت تعمل ماتش مين الفريق الافضل في WWE. نزال ثلاثي ما بين نيو داي، اركي برو، والاوسوس. الحقيقه يا جماعه هو فعلا نزال ممتع، شفت فيه سويسايد دايف جميله من فريق الاوسوس، دبل سويسايد دايف. وبرضو لو تلاحظ في الماتش ان نيو داي والاوسوس كانوا بيحاولوا طول النزال ان هم يمنعوا راندي اورتن من انه ينزل، عارفين خطوره راندي اورتن في الحلبه وانه يقدر يحدث فارق في الماتش بشكل كبير، لدرجه ان فعلا راندي اورتن اتاخر كتير عقبال ما نزل لحد ما ريدل سلم عليه قبل ما الماتش يخلص ب4 دقايق بس. يعني اخر 4 دقايق من النزال انت شفت فيها راندي اورتن، بس شفت راندي اورتن فيها بقى بيعمل كل حاجه من خلال ان هو بيدغدغ المصارعين داخل وخارج الحلبه. فريق نيو داي وفريق الاوسوس قام بيهم راندي اورتن لوحده، وان ريكينج ماشين. وفي نهايه النزال بيفضل راندي اورتن وجاي اوسو، ولما كان راندي اورتن على الكورنر بيعرف تشيفير وودز يسلم على راندي اورتن لكن في ظهره علشان يبقى هو المصارع الرسمي في الحلبه، لان راندي اورتن اتشغل بانه بيعمل RKO عنب على جيمي اوسو. جاي اوسو بيعرف يطلعه، لكن تشيفير وودز اللي كان في الحلبه بيعرف هو وكوفي كينغستون يخلصوا على جاي اوسو ويثبتوه 1 2 3 ويحسموا النزال لصالحهم، علشان يبقى بالنسبه للWWE احسن فريق في عرض سماك داون هو فريق نيو داي. عرض سماك داون كان ممتع بشكل كبير، انطلاقه زيا ليه عجبتني جدا، تعويض رومان رينز براندي اورتن طبعا كان تعويض مناسب جدا، زائد ابداع بروك ليزنر وسامي زين. بروك ليزنر اللي بيشيلك عرض سماك داون من الالف للياء لحد اخر لحظه من اوله لاخره، فعلا هو ده المصارع الاسطوري والكاريزماتيك اللي يعرف يشيلك العرض من اوله لاخره زيه زي رومان رينز حاليا. وطبعا اثبات الهيبه والقوه بتاعه شينسكي ناكامورا بطل القارات في عرض سماك داون. لكن اللي ما عجبنيش زي ما قلت لك نزال شارلوت فلير وتوني ستورم، 1.5 ساعة كانوا كويسين جدا من عرض سماك داون. اداره سماك داون عرفت تقدم كل شيء عايزاه الجماهير في العرض ده، اللي يستاهل تقييم معايا النهارده هو 8.5 من 10 لما قدموا من ابداع من اول العرض لاخر العرض. وبس كده، دي كانت حلقتنا. اتمنى كل حلقه عجبتكم، واتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جريدنا اول باول، وتعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وتعملوا شير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. بحبكم كلكم، يلا سلام.